ايه رأيكم بقى في الهشاشة والسينابون التحفة اللي بيدوب في البق ده؟ بصوا يا جماعة، بصوا عامل ازاي، تحفة. الصوص مظبوط جدا، العجينة مظبوطة جدا. تعالوا بقى نبدأ ونشوف هنعمل ايه. معايا بولة ومعايا كوباية لبن رايب، او مثلا شرش اللبن اللي احنا عملنا بيه الجبنة التركي. خدت منه كوباية دافية دفتها، وهحط عليها بيضة برضو. مطلعة البيضة او الزبدة برا التلاجة من اول النهار. وورقتين فانيليا، انا بحب احط 2 مش واحدة بس، عشان البودر غير السائل ممكن تحطي منه شوية صغيرين. رشة ملح، ومعلقة معلقة خميرة صغيرة. تمام، معلقة خميرة صغيرة، ومعلقة ونص سمنة بلدي. معلقة كبيرة، معلقة كبيرة. معلقة ونص سمنة بلدي. تمام. ومعايا كمان هنحط 3 معالق سكر. خلاص، دي رشة خل كده، و3 معالق سكر. الخل بيبقى حلو قوي يا بنات في المعجنات، وبرضو بيشيل ريحة البيض والزفارة. هقلب كل ده كده مع بعضه وادوبه، وبعد كده هنزل عليه ب3 كوبايات دقيق منخول. الكوباية اللي انتوا شفتوها دي بحط منها 3 كوبايات. تمام، ده مبدئيا يا بنات. خلاص، هقلب كده كله مع بعضه، وهنشوف مع بعض. انا محتاجه ان العجينه بتاعه السينابون تبقى مش يابسه وجامده زي العيش مثلا، لا انا عايزاها تبقى ملزقه شويه. خلاص، فانا حطيت 3 كوبايات، ومعايا بقى ايه كوبايه بحط منها كده شويه بشويه. ده حطيت نص كوبايه الاول، وهنشوف برضو هنحتاج ولا لا. ولو احتاجنا بنحط بالمعلقه بعد كده. يعني انا لحد دلوقتي حطيت 3 ونص، ولو احتاجت بعد كده هحط بالمعلقه. خلاص، لحد ما تكون العجينة معايا ملزقة شوية زي ما انتوا هتشوفوها، مش يابسة ولا ناشفة زي عجينة العيش. هفضل اعجن فيها كده لحد ما ايه الدقيق يختفي اللي انا بحطه. تمام، بحط برضو معلقة بمعلقة كده لحد ما اشوف العجينة هتوصل لفين. هي خدت مني بالظبط 4 كوبايات، بس انا ما بحطهمش مرة واحدة. خلاص، انا هنزلها دلوقتي كده على الرخامة زي ما انتوا هتشوفوا. هنزلها على الرخامة واقعد اعجن فيها شوية، خلاص، لحد ما تبقى كده زي ما انتوا شايفين، طرية خالص وملزقة شوية. تمام، حط عليها نقطة زيت وهسيبها تخمر. قعدت تخمر ساعتين طبعا عشان الجو ساقعة، فخمرت ساعتين. هي دلوقتي كده بعد ما خمرت هرش كده رشة دقيق. تمام، على الرخامة علشان انزل عليه العجينة، وهحاول ان انا انزلها مستطيلة. وحتى لما اجي افردها برضو هحاول ان انا افردها مستطيلة قدر الامكان علشان الرول يطلع معانا مظبوط. معايا بقى 125 جرام زبدة. هاخد نصهم بس علشان احطهم دلوقتي كده في العجينة بعد ما فردتها زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا دلوقتي معلقتين كاكاو خام، ومعلقتين سكر، ومعلقة قرفة ناعمة طبعا، والسكر حبيبات بتاع الشاي عادي. هقلبهم كويس قوي مع بعض. تمام، وبعد كده هرش الحاجات دي كلها على الزبدة والعجين. خلاص، وهرش كويس قوي من كل النواحي علشان ما يبقاش حتت فيها وحتت ما فيهاش. هحاول ان انا اقسم كده الخليط ده على المستطيل ده كله، وبايدي كده اطبطب عليه علشان يخش في الزبدة وفي المسامات بتاعة العجين بتاعي. والف بقى دلوقتي رول زي ما انتوا شايفين كده، بلف وبزق العجين بايدي علشان مش عايزه الرول يبقى تخين قوي، لا انا عايزاه يبقى ملموم. وهو كده ولا كده لسه هيخمر فهينفش معايا، بس انا المه بايدي كده وازق بايدي واخلي ايه الرول مضموم على بعضه زي ما انتوا شايفين. هخلص الرول كده كله. شايفين انا بعمل ايه؟ انا كده خلصت الرول. تمام، وهقسمه على 2. تمام، وكل جزء هقسمه على 4، يعني هيطلع عندي 12 قطعة سينابون. من الاربع كوبايات دي يطلعوا 12 قطعة سينابون. خلاص، كل واحدة بمسكها ببططها كده تبطيطة خفيفة، وبحطها على مسافة واسعة من التانية لان هي لسه هيخمر. لو في حاجة فتحت معانا كده لازم نقفلها علشان
ما يطلعش منه الحشو. خلاص، هنيجي بقى ايه نحط هنا 6 معالق جبنه كريمي. طبعا احنا كنا بنحط قبل كده كيري ومش عارفه ايه، لكن عشان المقاطعه انا جبت جبنه كيري سايبه من فتح الله. تمام. خدت منه 6 معالق كبار طبعا، وخدت منه الجزء التاني بتاع الزبده. وهحط 6 معالق لبن سكر بودر. يعني 6 معالق سكر بودر، 6 معالق لبن جبنه كيري، وقطعه الزبده اللي اتبقت. خلاص، كل ده هقلبهم دلوقتي كويس جدا جدا لحد ما يبقوا كريمي كده زي ما انتوا شايفين. عايزين تحطوهم دقيقة في الميكروويف مفيش اي مشكلة. خلاص، دلوقتي هو كده اختمر معانا، وشفتوا حجمه اتضاعف ازاي. معلقة سمنة كده ومن على الوش بحطها علشان الوش يتحمر كده. بصوا طري ازاي وهاشش ازاي يا جماعة، حلو قوي يا بنات. وبعد كده بنحط عليه الكريمة اللي احنا حطيناها في الاول اللي احنا عملناها. خلاص، وهو سخن طبعا علشان الكريمة دي تسيح. وادي النتيجة، احلى من اي محل كلتي فيه سينابون في حياتك. بصوا هاشش ازاي وجميل وطري وتحفة يا بنات، تحفة. جربوه على ضمانتي والله. وحلو قوي برضو في رمضان، مفيش مشكلة. كل سنة وانتم طيبين.